خليني اقول لك ان الشخصيه اللي هنتكلم عليها النهارده دي شخصيه مش عاديه، شخصيه تمتاز بعقلها الفذ والعبقري، رغم ان العقل ده في جسم معاق. طبعا انت فاكر ان مستحيل اي حد ينجح هو بالجسم ده، بس الشخصيه اللي معانا النهارده اثبتت ان اي حد يقدر ينجح. الشخص اللي معانا النهارده هو ستيفن هوكينج، الشخص اللي غير العالم بنظريات رغم انه كان في جسم معاق وما يقدرش يحرك جسمه ولا حتى رقبته قادر يشيل. النهارده بجد هتستفاد من الفيديو ده في كل ثانيه فيه، لاننا هنعرف ازاي الشخص ده قدر ينجح رغم اعاقته والصعوبات اللي واجهته، وازاي اثبت للعالم ان فعلا النجاح بالاراده والعزيمه. الشخص اللي سهل دراسه الكون وخلاه في متناول الجميع ورغم مرضه الا انه قدر يدرس الحاجات دي وياخد فيها شهادات عليا. الحلقه دي حرفيا انا متحمس ليها جدا، واكيد انت عايز تعرف عن الشخصيه دي، بس ما تخافش النهارده هنعرف كل حاجه عنها. اتولد ستيفن هوكينج في اوكسفورد في انجلترا في 8 يناير عام 1942، وكان طفل غريب جدا. الكتب محوطه من كل مكان، وعلى فكره الكتب مش اللعبه، انت ما سمعتش غلط ولا حاجه، ودي حاجه غريبه بالنسبه لاي طفل. وكان والده ووالدته بيربوا ولادهم على الابداع وخلق افكار جديده ومبدعه، لدرجه ان هم بياكلوا كانوا بيتكلموا في مواضيع علميه. وفي واحد صاحب ستيفن هوكينج بيقول ان هم صنعوا جهاز كمبيوتر من اجزاء ساعه قديمه وهم في سن المراهقه، من هنا سموه اصحابه اينشتاين. ولما وصل عمنا ستيفن هوكينج سن ال 17 كان شخص عادي جدا، ودخل جامعه اكسفورد عشان يدرس الفيزياء والكيمياء. وعاش ستيفن هوكينج حياته وكان شخص عادي جدا وكان بيخرج مع اصحابه. وفي سنه 1985 وهو عنده 21 سنه اصيب بعدوى بتهدد حياته، وعمل عمليه بعدها انقذته من الموت الحمد لله. ايه يا عم في ايه؟ في ايه مش بكمل ايه يا عم؟ ده قناه انا، ده بتاعت انا، ده فيديو بتاع انا اللي كاتب ايه بتاعه. يا عم فيها ايه؟ قوم يا حبيبي روح غني بقى اغنيه ولا اعمل اي حاجه. بس العمليه اللي هو قال عليها ما قدرتش تنقذه من قدرته على الكلام، ما كانش بيعرف يتكلم. يعني ببساطه المرض ده تطور معاه مع الوقت وخلى جسمه ما عندوش قدره انه يعمل حاجه فيه. تم اعطائه كرسي متحرك ذكي بيقدر يتكلم بيه ويترجم الحروف عن طريق عضله في خده، يعني ما كانش بيتكلم بصوت خالص. والكتب اللي هو كتبها دي كلها كانت عن طريق خده اللي هو عن طريق الكرسي المتحرك اللي احنا قلنا عليه. واكيد ستيفن هوكينج زي اي انسان كانت بتواجهه مشاعر الاحباط بسبب انه مش عارف يوصل كلامه للناس ومشاعره بشكل اسرع. وده اكيد لان واحد بذكاء ستيفن هوكينج وافكاره ومعلوماته والحاجات اللي بتدور في ذهنه مش لاقي طريقه يوصل بيها المعلومات دي بشكل سريع. بس زي ما احنا عارفين ان ستيفن هوكينج بشخصيته ما تعرفش الاحباط خالص ولا الاستسلام. وكمان ستيفن هوكينج كان بيحكي عن قصه حبه الاولى، اتكلم عنها بكل حب وقال صوت صياحك في الطريق. لقد كانت جين جميلة وتحملت الواقع المر لمرضي، ومع ذلك اتطلقوا سنة 1990 واتجوز من الممرضة بتاعته. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ يعني الراجل كده ايه حرج. انت عرفنا ليه؟ على فكرة ستيفن هوكينج كان عنده خفة دم عالية جدا وحس الدعابة بتاعه كان لسه موجود. وستيفن هوكينج رغم كل ده الا انه كان بيحاول ينشر العلم بتاعه بشكل بسيط عشان الناس كلها تفهمه وتحب العلم ويبقى العلم ده في متناول الجميع، لدرجة انه عمل كتاب للاطفال اسمه A Brief History of Time. لا يا باولو، اللي هو بالعربي نبذة عن تاريخ الوقت، واتباع اكتر من 10 مليون نسخة منه، وبدأ يعرفنا عن الثقوب السوداء والكون، وحصل على جوائز كتيرة جدا زي ميدالية اينشتاين اللي خدها سنة 1979، وحصل على وسام الامبراطورية البريطانية في 1982، وجائزة وولف في الفيزياء سنة 1988. شوف رغم اعاقته الا انه وصل للجوائز دي. ستيفن هوكينج مش مجرد شخص عادي بجد، على فكرة في ناس كتير بتتريق عليه وتقول ايه ده، طب ما عادي يا جماعة، او عشان هو مثلا ما اتولدش في البلد اللي انا اتولدت فيها فعادي هو حظه كده. مفيش حاجة اسمها حظ، ستيفن هوكينج تعب عشان يوصل، ورغم انه مشهور بالوسط العلمي الا انه كان مشهور في العالم كله بحس الدعابة بتاعته وخفة الدم بتاعته. You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes, and also a universe where you're funny. وعايز اقول لكم ان انا وانا بكتب الحلقة دي انا كنت على وشك العياط بجد. ازاي شخص زي ده قدر يغير العالم ويفيد الشباب والعلم والمجتمع؟ ده شخص مش عادي، ده شخص قدوة لينا عشان ننجح، لان ده شخص تعب عشان ينجح وما قالش ظروفي وحشه انا اصلا انا معاق. لا، يعني كم واحد فينا النهارده جسمه سليم وعقله سليم وبدنه سليم وعلى على ابوه وامه وعلى على المجتمع، وفي منهم حاسين بالذنب بس في منهم ولا حاسين بالذنب ولا حاجه، عايشين الحياه كده عادي. وكم واحد بيقول انا عايز اوصل للحاجه الفلانيه بس بيتدلع ومأنتخ كده الوضع ريلاكس خلاص. كم واحد عايز يحقق حلمه بس قاعد بيتريق على اللي زي ستيفن هوكينج، وقاعد بيتريق على الناس ويقول ظروفي وحشه ويقول انا ربنا خلقني كده، دي الحاجه دي مش ليا. والناس اللي بتتدلع وبتتمسخر على الناس اللي زي ستيفن هوكينج، ستيفن هوكينج ما ردش عليهم بالكلام، ستيفن هوكينج رد عليهم بالفعل. ستيفن هوكينج شخصيه فعلا محتاجه ندرسها لاكتر من
500 مليون حلقه. فستيفن هوكينج النهارده بيثبت لنا ان اي حد يقدر ينجح. شخصيات كتير في العالم بداوا من تحت الصفر، مش بداوا من تحت الصفر. غير عقليتك هتتغير. وطبعا ستيفن هوكينج مات يوم 14 مارس 2018 وساب في العالم بصمته ونظرياته وعلمه. وستيفن هوكينج فعلا حجه لاي حد بيقول انا ظروفي صعبه. استنوني الحلقه الجايه عشان هنتكلم عن محمد علي كلاي البطل بتاعنا. بس كده، سلام عليكم. رغم ان العقل ده في جسم معاق، رغم ان العقل ده في جسم معاق، اللي بعدها انقذته من الموت صح؟ هو كتبها بخد الكتب اللي هو كتبها. ازاي خلف 3؟ ستيفن هوكينج زي اي انسان كانت بتواجهه، واكيد ستيفن هوكينج